مسجد الكتبية مر بمرحلتين من البناء في عهد الدولة الموحدية، وشارك في تصميمه وتنفيذه 3 من خلفاء هذه الدولة. 1. عبد المؤمن بن علي الكومي، توفي 1163 ميلادية، هو من أمر ببناء المسجد الأول عام 1147 ميلادية على إنقاض قصر الحجر المرابطي، ومع ذلك تبين أن اتجاه القبلة في هذا المسجد كان خاطئا. 2. أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، توفي 1184 ميلادية، أكمل بناء المسجد الثاني حوالي عام 1158 ميلادية، والذي تم توجيهه بشكل صحيح نحو القبلة. 3. يعقوب المنصور الموحدي، توفي 1199 ميلادية، قام بتوسيع المسجد وإضافة الزخارف والتحسينات اللاحقة، بما في ذلك بناء الصومعة المهيبة التي تعتبر من أبرز معالم المسجد. لذلك لا يمكن نسب تصميم مسجد الكتبية إلى شخص واحد، بل هو نتاج رؤية وتوجيهات هؤلاء الخلفاء الثلاثة الذين ساهموا في بنائه وتطويره على مراحل مختلفة. ومع ذلك يمكن القول بأن المهندسين المعماريين والفنانين الذين عملوا في خدمة الدولة الموحدية هم من قاموا بالتصميم الفعلي للعناصر المعمارية والزخرفية للمسجد. مسجد الكتبية في مراكش يتميز ببنية معمارية فريدة ومميزة، تعكس فنون العمارة الإسلامية في عهد الدولة الموحدية. إليك بعض أبرز عناصر بنيته. التصميم العام: يتكون المسجد من مسجدين متجاورين بتصميم متشابه، بالإضافة إلى صومعة مهيبة. يمتد بيت الصلاة من الشرق إلى الغرب دون انقطاع بين الصحن والقبلة، ويضم 17 جناحاً و11 قبة مزخرفة بنقوش إسلامية رائعة. المئذنة: الصومعة تعتبر من أبرز معالم المسجد والمدينة، ويبلغ ارتفاعها حوالي 77 متراً، تتميز بتصميمها المربع وزخارفها الإسلامية المتنوعة والمتقنة التي تغطي جوانبها ال5. استخدم في بنائها الحجر الرملي الكبير والطوب، وزينت الأجزاء العلوية ببلاط خزفي مطلي باللون الفيروزي. بيت الصلاة يتميز بمساحته الواسعة التي تبلغ حوالي 5300 متر مربع، ويتسع لآلاف المصلين. يحمل سقفة أعمدة وأقواس متناسقة ذات تيجان فريدة. الزخارف: يشتهر المسجد بزخارفه الجصية والنقوش الإسلامية التي تزين القباب والجدران والأعمدة، مما يعكس مهارة وإبداع معماري تلك الفترة. الموقع: يقع المسجد في قلب المدينة العتيقة بمراكش، بالقرب من ساحة جامع ألفين الشهيرة، مما يجعله معلماً بارزاً وسهل الوصول إليه.